الوجهة اليوم منطقة ديال زعير الفلاحية اللي في النواحي ديال الرباط. جينا باش نشوفوا ونشاركوا الولاعة ديال الصيد الخنزير مع الناس ديال المنطقة، وبالضبط جمعية ميرال سيبارة لبن صابر. في أول عملية من بعد ما تيوصلوا للبلاصة تيتجمعوا تيراقبوا الوثائق ديال الصيادة باش يكون كلشي قانوني. من بعد ما تيقراو الفاتحة تيديروا شوية ديال الدعاء وتيتكلموا على كيفاش العملية ديال الإحاشة. تيتجه كل واحد للبلاصة اللي عطاوه وما خصوش يتحرك منها باش تكون السلامة في الصيدة. تيديروا بالضبط وتيديروا خط مستقيم بيناتهم. نقدر نقول ان الخنزير هو اكثر حيوان تيضرب الحقول الزراعيه، وداك الشيء علاش يتم الصيده ديالو. بداو الحياحه وبداو تيبان بعد منه، وخاص الصيادين يكونوا ساكتين. كيف تنشوفوا راه تيتمشى في الغابه وتيحس بشي حاجه وتيرجع. بعد الحياحه خرجوا جوج وتم الصيد ديالو. بالنسبه للفتره ديال الصيد تيبدا التنظيم ديال الإحاجة بدايه ديال موسم الصيد الى اخر شهر 3 بطلب رخصه من المياه والغابات. الإحاجة تنديروا الطلب ديالها تندفعوه للمياه والغابات المدير الاقليمي ديالنا، تندفعوه ليه على حساب اللي بغينا حنايا على حساب الحيحات ديالهم. تنديروا مثلا حنا بالنسبه لينا دايرين 15 يوم تنديروها، ولكن الحلوف قليل. كاين بعض المرات حتى الشهر تنديروا مره واحده في الشهر تنديروا إحاجة. بحال اليوم درناها بحال هذا باش 15 يوم ما درناهاش، درناها اليوم مع صبات الشتا البارح وهذا يعني ضربنا دوك 5 الحلال. الصيد تيبدا من بدايه الصيد من وقت اللي بغيتي من شهر 10 الى شهر 3 تدير الطلب ديالك. حنا تنصيدوا ديك 3 شهور ديال الصياده الاولى ديال الحجل والرنب، وديك شهر 1 و2 و3 تنصيدوا عليهم الحلوف، يعني 2 مرات في الشهر تنصيدوا تقريبا. ولكن ناقص هذا العام، ما كاينش على حساب الجفاف وعلى حساب هذا سميتو ما كاينش الحلوف. فهاد الخنزير صحيح وقوي ويقدر يقتل بنادم الا جا قدامه، داكشي علاش خاص تكون الضربه موجهه ليه نيشان. وفهاد الصيده مع بن صابر تصيدوا تقريبا 5. فهاد الهوايه خاصها شويه ديال الصبر حتى تبقى تسين حتى يقرب من المنطقه اللي فيها الصياده. هاد البليه ديال الصياده خايبه وبزاف، حيت ما تقدرش تستغنى عنها من بعد، يعني تتولي ساريه لك في الدم.